السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي أقول لكم كلمتين مهمين جدا في حياتنا، لكن قبل ما نبدأ صلى على سيدنا النبي في الكومنت، اشترك في القناة وفعل زر الجرس ويلا بينا. بص هقول لك على حاجة، لازم تعرف إن كل كلمة بتقولها في حياتك بتتكتب وهتتحاسب عليه يوم القيامة. أي كلمة بتلفظها وبتتكلم بيها هتتحاسب عليها. فلما تيجي تتكلم، يا تتكلم بكلمة ترضي ربنا أو تسكت، أو تسكت ده أفضل لك. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. كل حاجة أنت مسؤول عنها. خلي بالك، سيشهد لسانك يوم القيامة لك أو عليك. إن كان كلامك طيب لسانك هيشهد لك، وإن كان كلامك سيء وخبيث والعياذ بالله هيشهد عليك. ومش ربنا قال: يوم تشهد عليهم، هقول معايا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هحكي لك قصة جميلة جدا تبين لك قد إيه إن الكلمة ممكن تبهدل الدنيا، والفتن عظيمة وشديدة جدا. كان في واحد اسمه شيس ابن قيس، أو شاس ابن قيس عفوا. شاس ابن قيس ده كان راجل يهودي يعني. وقبل ما النبي يهاجر إلى المدينة كان في قبيلتين اسمهم قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. القبيلتين دول يا حضرات كانوا دايما في خناقات ومشاجرات، وكانوا بيقتلوا بعض دايما يعني. فلما النبي قادم المدينة وأخى بين اليهود والنصارى والأنصار طبعا، أخى بين الأنصار أنفسهم ببعض، يحببهم في بعض وألف بين قلوبهم والكلام ده كله. فشاس بن قيس لما كان بيشوف الأس والخزرج وهم قاعدين مع بعض متحابين متآلفين متوادين، ما كانش بيعجبه الكلام ده، فكان بيغيظه هذا الكلام. فراح لراجل من المنافقين وقال له: روح اقعد مع الأس والخزرج وافتنهم، ازرع الفتنة بيناتهم، قول كلمة كده ايه تقوم الدنيا. مش هينفع ان هم يفضلوا كده متحابين متودين متآلفين. بالفعل المنافق ده خد بعضه وقعد بين رجلين من الأوس والخزرج، واحد من الأوس وواحد من الخزرج. الكلمة يا حضرات يعني فعلا أشعلت نار الفتنة، ولولا التدخل الحكيم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني احتدمت المعركة وحدث قتال في المعركة. راح قاعد بينتهم وقال: أتتذكرون يوم بعاث؟ إيه هو يوم بعاث ده؟ يوم بعاث ده يوم كان معروف ومشهور بين الأس والخزرج إنه أشد يوم كان فيه اقتتال بين الاتنين. وقيل إن الأوس قتلوا زعيم الخزرج في اليوم ده، وكان يوم صعب جدا على الخزرج. فهيعمل إيه؟ عايز يفتنهم. فقال: ألا تتذكرون يوم بعاث؟ فاكرين اليوم ده؟ الاتنين قاموا على بعض، والقبيلة جت، قبيلة الأوس واللي معاهم وقبيلة الخزرج واللي معاهم، وخلاص كانوا هيقتتلوا. إلى أن جاء النبي مسرعا عشان يحل القضية دي، فقال لهم: أبي دعوى الجاهلية تدعون؟ انتوا لسه هترجعونا ورا كام سنة؟ أبي دعوى الجاهلية تدعون وفيكم رسول الله؟ خلاص يعني احنا انتهينا من الكلام الفاضي اللي ملوش أي لازمة ده خلاص. وبالفعل بفضل الله وبفضل التدخل الحكيم النبيل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الدنيا هديت. الشاهد ايه هنا؟ الشاهد انه كلمة واحدة ممكن تعمل فتنة وتزرع فتنة شديدة جدا، وكلمة واحدة ممكن تهدي الدنيا. فعشان كده لما تيجي تتكلم خليك عارف ان الكلمة اللي انت بتقولها هتتحاسب عليها، هتتحاسب عليها لا محالة. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني دايما ألسنتنا، يطهر ألسنتنا من الكلام السيء والخبيث، وأن يجعلنا دايما لطاف ولا نتكلم إلا بالكلام الطيب. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.